خسارة تونس وانتصار هولندا بالثلاثة جعل موعدا ناريا في الدور القادم مع المغرب. فهولندا أمام المغرب، وهولندا أظهرت صورة وأظهرت إمكانيات عالية خلال دور المجموعات، وكذلك في مواجهة نارية صعبة لكلا المنتخبين نتمناها إن شاء الله للمغرب، لكن هولندا أظهرت نفسها بشكل جيد. بطبيعة الحال يعني ما إن أعلن على أنه من مباريات دور 16 مباراة ما بين المنتخبين المغربي والهولندي، حتى صارع خبراء كرة القدم والمحللون الصحفيين إلى الحديث على مباراة أقوى مباراة على مستوى دور 16. لا 32 وليس 16. دور 16 يعني قبل ال 16 دور 16 يعني 16 مباراة. أيوة على طول راح وبررها 16 عشان لهجة جميلة، اللهجة المغربية صح؟ طبعا دور 16 يعني هو الدور 32. ايوه هو الدور 32. يا مساء انتم على طول مسكتوا على طول. انتم تحسبون بالفرق، احنا نحسبها بالمباريات. الن تكون هناك 16 مباراة في الدور الثاني؟ صحيح. الا 16 مباراة بيلعبوها 32 منتخب. انت تقولوا الدور 32 احنا النهائي بيكون ما بين فريقين بس هو نهائي كنت على مجموعة المنتخب 16 مواجهة. ايش اجمل هذا تعبير، هذا بس عندي سؤال ما بين فريقين. خلونا في المباراة يا اخي. طيب خلونا في الاعصار الاحمر مع الطواحين. عندي سؤال. هل هي المواجهة الأخطر والأصعب؟ لأن هناك من يرى أن البرازيل واليابان قد لا شوف، مع تقديري الكامل للبرازيل والمنتخب الياباني، هذه أجمل مباراة. بمجرد انك ما تشاهد المنتخب الهولندي وتشاهد المنتخب يعني مش اجمل مباراه يعني ايوه اجمل مباراه يعني هي الاقوى بكل تاكيد. لانه حتقول مع نفسك بعد هذه المباراه كاس العالم ستخسر فريقا. هذا هو التعبير، بمعنى ان اي منتخب خسر من هذا الدور من هذه المباراه ستخسره كاس العالم. حتى مباراه البرازيل لا هي ايهم لا تقل يعني من المباريات، خلينا نقولوا في مجموعه مباريات قمم. المغرب هولندا قمه، البرازيل واليابان لا تقل ايضا قيمه فنيه، وهذا سيتاكد على الميدان. بس مواجهه جميله يعني. بالنسبه لمواجهات المغرب وهولندا، انا تابعت المنتخب الهولندي، انا مرتاح وهذا راي يلزمني. المغرب تلقى راحه اكثر لما تلعب مع المنتخبات الكبرى. اكثر شيء المغرب يقلقها هي المباريات اللي تكون بين ظفرين مع المنتخبات الصغرى بين ظفرين. حتى في كاس افريقيا المغرب يتالق لما تكون مباريات كبرى، بس لما تكون مباريات مع فرق متواضعه غالبا ما تلقى. اليابان والسويد يتعادلان هدف لهدف ويتاهلان للدور القادم. صابر من عشاق المعلومات للمره 11 على التوالي منتخب اليابان لا يخسر امام منتخبات اوروبا. وكمان بما ان انت ذكرت الرقم ال 11 ودي كمان المره ال 11 اللي السويد فيها بيصعد للدور الثاني في تاريخ مشاركاته في كاس العالم، رقم ال 11 وال 11. بس انا في رايي الشخصي انه الظهور الجيد للسويد في هذه البطوله يحسب اكثر مما يحسب للمدرب جرام بوتر. تخيل دي 9 مباراه بيقود فيها الفريق. السويد كانت فين ودلوقتي السويد كانت فين؟ شكل مغاير تماما. السويد من المنتخبات اللي احنا بنعتبرها وصلت نهايات كاس العالم بالصدفه، وصلت بس بسبب النظام اللي اعتمده الاتحاد الدولي في التاهل، انما في التصفيات لم يحقق اي فوز في اي مباراه، ووجوده كان على سبيل الصدفه في رايي الشخصي. تنوع الحلول، واليوم لما نتكلم عن تنوع الحلول، مساهمة ما بين تسجيل وصناعة. 10 لاعبين مختلفين ساهموا بأهداف المنتخب الياباني وكانوا سببا في وصافة المجموعة والتأهل إلى الأدوار الإقصائية. حلقة جديدة من سلسلة الثبات في المستوى المنتخب الياباني في آخر المشاركات، حتى في 2022 لم يخسر. الشيء يذكر عندك أصعب البرازيل واليابان من المغرب وهولندا. أنا في رأيي هتكون ترددت بتاعت الهواء تقول أصعب. لا مع بدر كانت مباراة جميلة. هي مواجهة الأفيش البرازيل واليابان. صابر دائما يكون صادقا وصريحا. انت اردت ان يختلف واختلف. لا شوف صحيح. انا من نظره عينيه شوف يا اوبتا، شوف روح على اوبتا انت ولا جوجل. لا اوبتا جوجل نسى اوبتا ما يتذكر اي شيء. مش حد حسابات التوازن. في حسابات التوازن التوازن الادائي. انا اشوف انه مباراه
البرازيل واليابان تميل للبرازيل بشكل كبير بعد ما شفنا المباراتين الاخيره للبرازيل وبصمه انشيلوتي اللي اليابان بظهور مميز في هذه النسخه. طيب خليني بكمل. يلا تفضل. شوف البرازيل بكمل تفضل خليك تكمل. طيب حبيبي انا البرنامج لك تفضل. لان الحين بدر بيجي من برا 18 يجي. يلا. شوف البرازيل الان مع انشيلوتي قاعده تقدم اداء مختلف، ما هو بالبرازيل اللي نشوفه. اليابان صحيح فريق متطور، لكنك انت في حسابات التوازن والربح والخساره ترشيح انت تستصعب ابدا ترشيح المغرب ولا هولندا لان كلاهما قوي، لكن في حسابات اليابان والبرازيل انت مع البرازيل؟ اي مع البرازيل ضد اليابان. البرازيل ترشح اكثر من اليابان؟ اي نعم. بعد اللي شفته انا من انشيلوتي، بعد ما شفته من انشيلوتي، شوف الكره ليست جري فقط. الكره ليست جري. اليابانيين قوه بدنيه هائله الكره ليست. اذا كانت الكره الاسيويه اليوم تفخر بمنتخب اليابان، يجب ان تفخر بمنتخب اليابان. هذا انا اتفق معك. اقرب منتخب يلعب كره قدم اوروبيه على المهارات الفنيه، المهارات البدنيه والمهارات التكتيكيه. يا راجل شوف كيف يدبروا المباريات. تفخر؟ لا انا ما اتفق معك انك تقول الافضل اسيويا منه. كيفاش انا تفخر اسيا اذا حقق كاس العالم، سمعت؟ لكنك تقول لي الافضل، انا اقول لك اليابان الان الافضل. اليابان الافضل، لكن انا مقاييسي تعتمد على ما شاهدته في المباراه. اليابان نعم. اليابان مالها غير البرازيل مع انشيلوتي تغيرت، شفنا استراتيجيه مختلفه في الاداء، شفنا تقنيه جديده على البرازيل استوعبوها. وستريك الايام ما كنت جاهلا. شوف فينس لو ننتقل بهذا وستريك الايام ما كنت جاهلا. سترى من اليابان ما يعجبك وسترى من البرازيل ما يقنعك انك لن تعيد كلمه تفخر باليابان. لا لا افخر. لا ما نفخر. احنا انا ما عندي لا مصاهره مع اليابان ولا شيء. انا اليابان بشوفها، انا عاشق كره القدم. انا افخر بالمغرب لانها وصلت نصف النهائي. لا شوف اليابان اذا كان هناك من مرجع لكره القدم الاسيويه في العمل وفي الايمان بالمشاريع وفي الاحتفاظ على فهو اليابان. نبيل أنا بصراحة نشوف مواجهة اليابان والبرازيل واحدة قمة من القمم. واليابان اليوم بعد تأهلها منتخب اليابان، لا ما تقيسوش على منتخب اليابان اللي أنا مع بدر، ما تقيسش على منتخب اليابان اللي بالأداء اللي أظهروا أمس أمام السويد. لا الأمس ما قواش النسق منتخب اليابان. فريق محترم طبعا، محترم جدا محترم جدا. نتفق على هذه. في مواجهة منتخب أمام منتخب البرازيل لن تكون المهمة سهلة أبدا، وستكون مباراة فيها منافسة عنيدة جدا بين خطط تكتيكية مختلفة جدا. نبيل أنا أقول لك مقاييس التفوق، أنا بس هذا اللي أتكلم. أنت حطيت كأنه التفوق هو يقاطعك، يعني ما يخليك ما يعطيك مجال. لا ما زي بدر اللي يقاطعك وياخذ الطريق كله. يعني من الكلمة الثانية البرازيل لن تكون مهمتها سهلة أمام اليابان، وأنا متفق مع بدر في هذا الكلام. نعطيك عنوان للمباراة: السرعة في مواجهة المهارة. ممتاز. طيب. يلا شوف مين بيكسب. ممتاز. الاستراتيجية الجديدة البرازيلية في مواجهة. طيب أنا دلوقتي مش عارف يا صابر، هذه الأمور بعيدة على كلهم متفقين عليه. كلنا إن السعودية المرشح